امتى الغنى يدخلك النار ونفس الغنى يدخلك الجنة؟ معلومة كل يوم، يلا بينا. السلام عليكم، انا خالد شريف. ربنا سبحانه وتعالى في سورة العلق بيقول: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. يبقى ممكن الغنى يخلي الانسان يطغى ويتكبر على عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وكمان يتكبر ويطغى على الناس. فدايما المستغني عن ربنا سبحانه وتعالى مصيره إلى الطغيان في الدنيا والعذاب والنار في الآخرة. ولكن الذي يستغني بالله، مش يستغني عن الله بقى، يستغني بالله، يعني يطلب الغنى من الله، ولو كان أغنى واحد في الدنيا كلها ولكن قلبه مفتقر إلى الله. دايما تلاقي قلبه كده فيه من الخشوع والخضوع لربنا سبحانه وتعالى، بيستغني بالله، بيطلب الغنى من الله، ده عمره ما يدخل النار ولو كان اغنى واحد في الدنيا، لان العبره بالقلوب. فاسال نفسك وشوف، هل انت فعلا مستغني بالله ولا مستغني عن الله؟ مهم جدا تسال نفسك السؤال ده. لو عجبتك معلومه النهارده لايك وفولو، واستنى الفيديو الجاي هنتكلم فيه برضه عن معلومه في سوره العلق.